الفريق الفايز عندنا وصول رئيس الاتحاد الشيخ علي، هذا الشيخ علي بن خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. اليوم مع هذه الاحتفالية الجميلة جدا الشيخ علي هني رياض، والله يبالك تصير هناك. ها انزين، هذا الشيخ علي والشيخ خليفة أيضا نائب رئيس الاتحاد. هذه احتفالية أبو ظبي الرياضية مشاهدينا الكرام اللي تم ترتيبها للفريق البطل اليوم، وشايفين رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد، وهو موجود هني مشاهدينا الكرام، وصوله مع نائب رئيس الاتحاد. حلو الجروب رياض وهذه المجموعة. يعقوب شوف، الله يطول في اعمار شيوخنا، سواء كان الشيخ علي ولا سمو الشيخ خليفه، فريق عمل متجانس، عملوا كثير في كرة القدم، ساهموا بتطوير كرة القدم، انجزوا، دعموا الانديه، وصلت الانديه الى انجازات سابقه. الان منتخبنا يقدم نفسه بفضل الدعم اللامحدود من رئيس الاتحاد والمتابعة والإسناد مع سمو الشيخ خليفة. قدموا الكثير للمنتخبات صراحة. عادل، طبعا ابو نواف هذه رقصة الفرح والتعب. يعني الشيخ علي والشيخ خليفة تعبوا، يعني أنت عندهم منتخب محترم، لما تحقق كاس الخليج مرتين في فرق قوية معاك وتكون البطل، وبكل بطولة تاخذها تكون بطولة مستحقة. وانا هذا الرجل الشيخ خليفة، يعني انا مقرب جدا من هذا الرجل الشيخ خليفة، ودائما عندي اتصالات وياه، يمكن يعني ما بقول يوميا ولكن دائما اتصالات وياه، واعرف التعب الكبير اللي يقوم فيه الشيخ علي والشيخ خليفة. هذا الانجاز ما اتى من فراغ، نعم في قيادة حكيمة، نعم في قائد الرياضة في مملكة البحرين، ولكن الشيخ علي والشيخ خليفة يستحقون هذه الفرحة، يستحقون هذه العرضة، لأن بكل أمانة أدوا جهد كبير في الاتحاد البحريني، أدوا جهد كبير مع اللاعبين. أيضا حتى محمد مرهون كان محترف عندي، كان يتصل فيني الشيخ علي يعني يوم بعد يوم، يسأل عن مرهون، عن جاهزيته، عن لياقته، عن إذا كانت عنده إصابة. فهذا العمل ما يأتي من فراغ ونواف، في عمل، في شغل. لهذا السبب منتخب البحرين توج ببطولة، وبطولة مستحقة. هزم العراق، وهزم السعودية، وهزم الكويت، هزم 3 أبطال، وهزم عمان، هزم 4 أبطال سبق وحققوها. هذا دليل أن البحرين بكل أمانة يستحق. أمس قال راشد بومايد كلمة، وهو طبعا صحفي كبير، في أشياء يمكن تخفى علينا، لكن كصحفي نفس راشد ما تخفي عليه. خلال 5 سنوات البحرين يحقق بطولتين، في دول خلال يمكن 20 سنة حققوها مرتين أو أقل، حققوها مرتين. فهذا إنجاز كبير مملكة البحرين قيادة وشعبا. وأرجع وأقول الشعب البحريني لما يكون فرحان احنا نكون فرحانين. أكيد. علي سري ما تكلمت اليوم لأن اليوم يومهم، يوم الأبطال، اليوم اللي تعبوا عليه جميعا من هذا رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد يستاهلون هذا الفوز، يستحقون هذه الفرحة، يستحقون هذه الفرحة. خاضوا مباريات صعبة جدا، خاضوا المباريات أمام أعلى فريق محقق البطولة الكويت، خاضوا المباريات أمام ثاني أعلى فريق محقق البطولة العراق، ثم السعودية والآن عمان، وقدروا انهم يحققون اللقب بعد صراع قوي جدا مع هاي المنتخبات اللي تاريخها قوي جدا في هاي البطوله. قدروا كذلك انهم يحصلون على افضل لاعب، على الهداف، وعلى افضل حارس. كل هاي الارقام تصب في مصلحه المنتخب البحريني. هذا عمل جماعي، مجهود فردي للاعبين، مجهود المدربين. صراحه نحن نهني البحرين حكومه وشعبا بهذا الانجاز الكبير. هذا الانجاز اللي اتى بعد تعب، اتى بعد تخطيط، اتى بعد تعاون من الجميع. صراحة يستحقون هاي الفرحة، ويستحقون أن الخليج كله يحتفل فيهم. نحن قاعدين نشوف اليوم التهاني مش فقط من البحرين إلى اللاعبين، التهاني اليوم من الخليج إلى البحرين. فعلشان كذي صراحة
نبغي نقول بأن اللي يبغي يعرف قيمة هذه البطولة فلينظر إلى أفراح البحرين، فلينظر إلى هاي النتائج اللي قاعد يحققها المنتخب وهاي الفرحة الكبيرة.